المشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، وفيها: رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة تعقد سمينارا. مصنع باناتوم يعمل لرفع إنتاجه من الصلصة. تنظيم منتدى تعليمي في لوقا عن 7. الصين ترفع ميزانيتها العسكرية في عام 2024. ألبانيا تنشئ أول قاعدة لحلف شمال الأطلسي في غرب البلقان. أستراليا تعلن تمويل لمشاريع في دول آسيان. أهلا بكم مشاهدينا. عقدت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخا تسفا ميكيل سمينارا في 4 من مارس الجاري في مدينة كرن بمناسبة اليوم العالمي للمرأة حول الحفاظ على القيم وتوارثها، وأوضحت أن بلوغ هذه المرحلة والمشاركة الكبيرة للمرأة نتاج للثمن الباهظ الذي تم دفعه عبر التاريخ. وقالت إن هويتنا هي مرشدنا، مؤكدة بأن العدائيات المتكررة تم تخطيها بالحفاظ على قيمنا، ومن المهم تعزيز دور المرأة للحفاظ عليها أكثر وإبرازها. وذكرت أن الثقة بالذات سواء في الفكر والعمل قيم متوارثة، ويجب العمل بهذه الثقافة المشرفة في المرحلة الجديدة. وقدم شرحا حول دور قادة المجموعات النسائية، موضحة بأن توسيع التأطير والتنظيم يلعب دورا إيجابيا في تعزيز القيم. واقترحت المشاركات استمرارية عقد مثل هذه السمينارات للمرأة الشابة وتعزيز دور الاتحاد لتشجيع الشابات المميزات. يساهم مصنع باناتوم في ألبو ومصنع الصلصة في أفيمبول في تلبية متطلبات السوق المحلي من الصلصة وتوفير فرص العمل. وأوضح مدير المصنعين المقدم تكي ولدو أن المصانع تنتج الصلصة بالحصول على الطماطم من مشاريع قرست وفيسكو وعد عمر وأفيمبول، وتخلق فرص العمل لسكان المنطقة. وأشار إلى أن معظم المنتجات توزع على مركز ساوى للتعليم والتدريب والكليات ومراكز التدريب والمؤسسات الحكومية الأخرى. وذكر بأن مصنع باناتوم في ألبو لديه إمكانية إنتاج 5000 كنتال يوميا، ومصنع أفيمبول 500 كنتال من الطماطم يوميا، ويعلب في مختلف الأحجام. نظمت إدارة التعليم في مديرية لوقعنسة ندوة في 29 من فبراير الماضي لضمان تحقيق كفاءة التعليم والطالب. وقدم مسؤول مكتب التعليم في المديرية الأستاذ طه تقرير حول النتائج التعليمية العامة والتحديات القائمة، داعيا لإسهام جميع الجهات للتعرف على أسباب تدني المشاركة في التعليم وإيجاد الحلول لها. وشكر مسؤول التعليم في إقليم قاشبرك الأستاذ محمد علي إبراهيم الدعم المقدم لمدارس المديرية، داعيا لتعزيز دور المجتمع عامة والعلاقة الثلاثية بشكل خاص لإنجاح أهداف الندوة. ونوه المشاركون بدورهم إلى أهمية التعاون بين جميع الجهات لضمان تركيز الطلاب على التعلم، وخاصة أولياء الأمور والأوصياء لمراقبة ظروف الطلاب وميولهم عن كثب وانضباطهم وتوجيههم. وأوضح مدير مديرية لوقعنسة السيد إبراهيم مقوس أن إدارة المديرية ستساهم في الجهود المبذولة لتحديد أسباب ضعف الطلاب وإيجاد الحلول، وحث المعلمين وأولياء الأمور والمجتمع على بذل جهود جادة. وخرجت الندوة بقرارات للمساعدة في إحداث التغيير المنشود، وأن تعمل جميع المدارس بموجب ذلك، وتعزيز اللجان المشكلة على مستوى المديرية من أنشطة الرقابة. وتوجد في مديرية لوقعنسة 15 روضة أطفال و17 مدرسة ابتدائية و10 مدارس متوسطة و3 مدارس ثانوية تستقبل حوالي 11,500 طالب، 47% منهم طالبات. تشهد ضاحية دربوشت في مديرية دهلك نموا جيدا للأشجار المستوطنة والحياة البرية نتيجة غزارة الأشجار أو الأمطار في السنوات الماضية. وأوضح السكان بأن المحمية الواقعة على منطقة أسحاقي كانت مهددة بسبب تغير المناخ في السنوات القليلة الماضية، لكن الوضع تحسن في السنتين الماضيتين بسبب الأمطار الغزيرة التي هطلت على معظم الضاحية. وذكر السكان أن المحمية متوارثة وتسهم ثقافة حماية الأشجار في الحفاظ عليها بشكل كبير. وقال مدير مديرية دهلك السيد أحمد علي بوكاليا أن المعالم التاريخية فضلا عن الأشجار المستوطنة والحياة البرية في حالة جيدة، حيث توجد ثقافة حماية متجذرة في المديرية. وتضم ضاحية دربوشت قرى سلعيت ودمعلو ودهلك كبير ودربوشت.
عقدت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم قاشبركة السيدة يحدق يوهنس سمينارا في مديرية بارنتو بمناسبة 8 مارس حول رفع المعرفة التاريخية وتعزيز دور المرأة في مختلف المجالات. وتناول السمينار دور المرأة في مختلف المراحل وجهود الاتحاد الوطني للمرأة لرفع وعي وكفاءة المرأة بالتعاون مع شركاء. وشرحت السيدة يحدق إسهام المرأة الإريترية في النضال التحرري والدفاع عن السيادة وبرامج التنمية، وقالت أن الحقوق المكتسبة قدمت من أجلها تضحيات كبيرة وأن الحفاظ عليها ونقلها للأجيال من أولويات الاتحاد. من جهة أخرى دعت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في مديرية قنداع السيدة ست عمر في الاجتماع الذي عقدته في ضاحية شباح دعت للدفع بأنشطة التوعية لرفع مشاركة المرأة في التعليم. وأوضحت في الاجتماع الذي عقد بمناسبة 8 مارس اليوم العالمي للمرأة أن ضمان حقوق المرأة والمساواة هو أحد ركائز أهداف الحكومة الإريترية لتحقيق العدالة الاجتماعية. نظم الاتحاد الوطني للشباب والطلبة دورة تدريبية للمعلمين بالتعاون مع مدرسة وارساي كالو في ساوا في اللغة العربية ولغة الإشارة استمرت ل3 أشهر، شارك فيها 57 معلما للغة العربية و31 في لغة الإشارة. وأوضحت مسؤولة الاتحاد فرع ساوا ومؤسسات التعليم العالي السيدة منصورة إسماعيل أن الاتحاد يعمل منذ 5 سنوات في أنشطة التدريب والتأهيل في الكليات وتخرج منها أكثر من 3000 شاب حتى الآن، وأن التدريب المنظم في مدرسة وارساي كالو جزء من ذلك. وعرب مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في الاتحاد فرع ساوا السيد كاساتي قبر أمان عن ثقته ليكون التدريب البداية لبرامج أخرى مماثلة. وأكد ممثل الخريجين أنهم سيعملون جاهدين لتطوير وتعميق المعرفة المكتسبة بالتجارب العملية. وقدم المتدربون في ختام مناسبة التخريج عرضا يعكس الدروس المستفادة. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. كشف تقرير عمل رسمي أن الصين ستزيد ميزانيتها العسكرية هذا العام 7.2%، إذ ستبلغ نحو 231 مليار دولار، وتعد نسبة زيادة الميزانية العسكرية والإنفاق الدفاعي نفس نسبة العام الماضي، لكنها أعلى من معدل النمو الاقتصادي الذي تتوقعه الحكومة. وحددت الصين هدفا للنمو الاقتصادي لعام 2024 يبلغ نحو 5% على قرار هدف العام الماضي، وفقا لتقرير العمل الرسمي نفسه والذي قالت وكالة أنباء أنها اطلعت عليه وكشفت عن تفاصيله. ومن المقرر أن تعلن بكين رسميا عن ميزانيتها العسكرية مع افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الهيئة التشريعية الوطنية في البلاد بحضور الرئيس شي جين بينغ وآلاف المندوبين من جميع أنحاء البلاد. وتشمل الزيادة في الإنفاق الدفاعي هذا العام الزيادة التاسعة على التوالي في خانة الآحاد، وكما هو الحال في السنوات السابقة لم يتم تقديم تفاصيل هذا الإنفاق، وتكتفي الصين بذكر المبلغ الإجمالي ومعدل الزيادة فقط. افتتحت ألبانيا العضو في حلف شمال الأطلسي الناتو قاعدة جوية تعود إلى الحقبة السوفيتية، ولكن تم تجديدها وهي الأولى للحلف في منطقة غرب البلقان. وأطلق اسم كوكوفا على القاعدة الجوية نسبة إلى البلدة الصغيرة التي توجد بها القاعدة والتي تقع على بعد 85 كيلومترا جنوب العاصمة تيرانا. وقال المسؤولون أن القاعدة الجوية الجديدة ستكون بمثابة مركز حديث للعمليات وللتدريب واستضافة أسراب الطائرات المقاتلة. وقد رحب رئيس الوزراء الألباني إيدي راما بإعادة تفعيل نشاط القاعدة الجوية التي تم إغلاقها رسميا في عام 2005 باعتبارها عنصرا أمنيا إضافيا. وبعد الكلمات التي ألقاها في الحفل حلقت طائرتان أمريكيتان من طراز F-16 وطائرتان مقاتلتان من طراز F-35 من قاعدة أفيانو الجوية في إيطاليا، بينما هبط طائرتان من طراز يورو فايتر. أعلن وزير الخارجية الأسترالية بيني وونغ عن تمويل بقيمة 186 مليون دولار أمريكي لمشاريع في دول رابطة جنوب شرق آسيا آسيان بمجالات تشمل الأمن البحري وسط توترات بشأن عدوانية الصين المتزايدة ومطالباتها المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. وحذرت وونغ في كلمتها خلال قمة مع زعماء رابطة آسيان في مدينة ملبورن الأسترالية أن دول منطقة المحيطين الهندي والهادي وجنوب شرق آسيا تواجه تهديدات دفاعية خطيرة، حيث
تم تخصيص المزيد من الأموال لمشاريع الأمن البحري. وتستضيف مدينة ميلبورن قمة خاصة لقادة ومسؤولين أستراليا ورابطة آسيان التي تضم 10 دول، فيما تم استبعاد ميانمار العضو في آسيان بسبب الصراع الدائري فيها. وتشارك دولة تيمور الشرقية في القمة، وذلك بعد موافقة أعضاء الرابطة من حيث المبدأ على قبولها الدولة العضو ال11 في الكتلة الإقليمية. وستحتفل القمة الخاصة بين آسيان وأستراليا بمرور 50 عاما من علاقات الجوار بين الكتلة والدولة، فيما يتوقع أن تتبنى القمة بيان رؤية قادة آسيان وأستراليا وإعلان ميلبورن كوثيقتين إرشاديتين لمواصلة تعزيز الاتجاه الاستراتيجي للشراكة بين آسيان وأستراليا. فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 1.8 مليار يورو على شركة آبل الأمريكية بسبب قضايا تتعلق بمكافحة الاحتكار. وقالت اللجنة أنها وجدت أن شركة آبل قد طبقت قيودا على مطوري التطبيقات، مما منعهم من إبلاغ المستخدمين عن خدمات الاشتراك في الموسيقى البديلة والأرخص المتوفرة خارج التطبيق. وزعمت اللجنة أن الشركة منعت أيضا مطوري تطبيقات بث الموسيقى من تقديم أي تعليمات حول كيفية اشتراك المستخدمين في هذه العروض الأرخص. جدير بالذكر أن هذه هي أول غرامة ضد الاحتكار تفرضها بروكسل على أبل، وهي من بين أكبر الغرامات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على شركة تكنولوجيا. مشاهدينا، قبل الختام إليكم تذكير بأهم ما جاء في هذه النشرة من أنباء.